السلام عليكم ورحمة الله. معكم واحد من المتضررين من المثلي الجنسي الملقب بيزينك. حنا الساكنة هذه الحي هذا الشخص هذا كيضرنا بزاف، كيبداو اللايف في التيك توك مع 11 د الليل ولا 12 ما كيساليوها حتى على غدا في الصباح. هاد الناس هادو كيصدعونا، كيعملوا الهرج، عينا ما نهضروا معاهم، ما كاينش شي جواب، ما كيجاوبوناش. هضرنا معاهم المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، حتى واحد ما هضر معانا. مؤخرا هودت كتسب وكتقول لنا راه الحموشي اللي بغى ملقب بيزينك، راه الحموشي وراه الدائره 10. نوضنا حنايا عملنا شكايه عاجله عند وكيل الملك، هي ساقط الخبر باللي حنايا عملنا شكايه. هودت هاد الجمعه هادي كتسب فينا كلام ساقط اللي ما تقدرش تسمعوا حدا الوالدين ديالك، ما خلاتناش، سبت في الحومه كامله كما شفتوا فيديوز ديالها في مواقع التواصل الاجتماعي. وحنا خصنا شي حل لهذا الشيء هذا وشكرا. حنا تنطلبوا من السلطات تدخل لينا في هذه المراه، راه هذه المراه راه خطيره على السكينه وخطيره حتى على بناتها لداخل، ما كاينش اللي غيربيهم، وولدها هي اللي ربطوه، هي اللي خرجته للطريق، هي اللي تتساهم معاه في هذا الشيء اللي تيعمل هو. التيك توك الليله كامله تيكونوا عريانين هو ويما في الدار في المحل بالتصاور بكل شيء، تطيح شي هضره خطيره. انا تتهمني مع المراه ديالي، تتقول لي تتصل بيا، الا عندها شي لي بروف غتبينوا. انا ما نسمحش في هذا الشيء اللي تتقول لي، انا ما تنشوفش فيها وما تنهضرش فيها، ما سكنوا هنايا، ما سمع حتى النظره ما تنشوفش فيها. تنكيل في المحل ديالي هنايا، تتقول لي عندي هنا اوديوات مسجلين، تتقول لي غندخل عليك المحل غنتعايرح لك ونتحيد لك السروال. هذا الشيء راه ديما يوميا، دابا الشهر هما الليل ما تنعسوش معاها. مني تتقول لي خلينا نعسو سكتوا علينا، تبقى في السب، تتسب غير الهضره اللي خايبه ما تقدرش تسمعها شي واحد كاع. عندنا واحد المشكل مع واحد السيده هنايا، واحد الجاره ديالنا عندنا مشكل معاها، ومشكل عويص ومشكل كبير بزاف بزاف، لان كتسبنا ما كتخليناش نعسوا، لا هي لا الولد ديالها كيعملوا داك تيك توك ولا شنو هو، وانا الجار ديالو ملاصق فيهم، وكان عييت من تشكى بالصداع، وداك الشيء كيتعمل بالليل، يعني من 12 ديال الليل الفوق عاد كيبداو الناس يغوتوا يهضروا في التيك توكات والغواتات، الناس كيصيفطوا لهم فلوس كيتراسلوا مع الناس، ولا ما عرفتش انا كيفاش كيعملوا هذه القضيه ديال التيك توك، وكيبداو يصدعونا. كنهضر معاها كان غير الولد ديالها كيعمل لنا مشاكل. دابا مؤخرا ولات حتى هي شاركت معاه في القناه ديالو، وكيباتوا على الصداع والهرج والسبان، واذا هضرتي معاهم تسمعك مراه هي مراه، انا اللي راجل ما نقدرش نقول ديك الكلام اللي كتقول لي هي الفحش، كتسفح علينا بالسفاهات. وانا في الدار ديالي مع وليداتي اضطرينا كنوليو ندخلوا نعسوا بالليل، نشدوا السراجم باش ما نسمعوه، ماشي كيهضروا باش ما تزبلش فينا. وهذا الشيء اللي كاين، وكنطلبوا من السلطات المحليه ونطلبوا من الناس المسؤولين، كنطلبوا من كل شيء. وعارف انا كاين الناس اللي غادي يسمعوا هذا الاوديو هذا ولا هذا الفيديو هذا يشوفوه وغادي يسمعوه، غادي يقولوا باللي يمكن كيتعدوا عليها حيت هي غير كسيده عندها وليداتها عندها يتامى. كنا كنتاسفوا لا، هي سيده عندها وليداتها عندها يتامى، كان عندها ولد واحد ما عندي ما نقول فيه، الولد الله يهداه والله يردوا الطريق ديال الخير، كنتشكاو منه. دابا ولينا كنتشكاو منه هو والام ديالو، لان حتى الام ديالو خرجت من شي حاجه ماشي هي هذيك، كتسب الناس الحومه كاملين، تخرج في الجوج ديال الليل. كيفاش في الجوج ديال الليل السيده في السرجم كتسفى على عباد الله؟ جبرت غير الجار ديالي في السرجم مسكين كيكمي سيجاره، ما خلاتلوش بالسفايه، قبلتي هيدا قبلت انا مباشر، ما خلاتلوش بالسفايه. قالت له علاش؟ حيت حنا مشينا عملنا بها شكايه بالدائره وساقط الخبر، بدات كتسبنا. دابا حنا كنسجلوا وهي كتسبنا، كانت دابا عاد من السرجم ما خلات ما قال. وكنطلبوا من السلطات التدخل العاجل في هذا الشيء هذا. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. انا تقريبا 20 عام حنا ساكنين هنايا، كنعانيو مع التجاره ديالنا هادي، كيبقاو يطرقوا اللايفات في الليل، السبان تخسر الهضره، ما كنعسوش. تخيلوا انا كنفيق 6 الصباح نمشي للخدمه ل 4 الصباح كنسمع اسد كبيسو بواحد الصوت عالي بحال اللي معايا في البيت. الجيران عينا ما نهضروا معاها، عينا ما نطلبوا منا بالاداب، الله يرحم والديك التجاره راه كنكونوا ناعسين والو. توصلت بيا لدرجه ان تخسر الهضره وتهديدات وكتبسل الدراري لواحد الدرجه ما كتصورش. كنطالبوا من السلطات يتدخلوا. الحمد لله حنا في بلاد الامان، بلاد ديال القانون، يعملوا لنا شي حل مع هاد السيده هادي. حنا الحمد لله عاملين شكايه عند وكيل الملك. ونقطه مهمه انها كتقول ان الدراري كيتحرشوا بها،
الحمد لله الدراري الحومه تا واحد ما كيشوف فيها حد، ما كيهضر معها تا واحد. هي من راسها كتخلق القصص هادو، الافلام ديال التيك توك ما كتعرف. الحمد لله كلشي موثق، كاينه فيديوهات، كاينه تصاور كتسب في الناس، كتهود تحيح في الليل بلا حق بلا باطل. وكنتمنى من السلطات يتدخلوا. شكرا حيت جيتوا عندنا ولبيتوا الدعوه باش نوصلوا الصوت ديالنا، وشكرا بزاف.